جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. قلت لها طب ما تيجي تشوف مطرح، قالت لها الايجار غالي. انت بتقول يا عم مصطفى ما نتكلم في الكوره؟ اقول لك طب اصبر يا عم، اصبر يا عم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه؟ صحتك تمام؟ امورك تمام؟ صلى على حضره النبي، انزل دوس الاشتراك، لايكك الجميل. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شوية مواضيع النهاردة مهمة، عايزك تركز معايا وتصحصح كوباية القهوة الجميلة، كوباية الشاي الحلوة، وتصحصح وتركز في كل كلمة أنا أقولها لك. خلاص؟ يلا بينا يا عم. عندنا ماتش مهم النهاردة مع المصري. مش مطلوب منك غير التركيز والفوز، مش مطلوب منك غير انك تركز وتكسب. مش طالب حاجة صعبة ولا مستحيلة. النهارده انت بتتصدر الدوري، مالكش دعوه بماتش بيراميدز بكره، مالكش دعوه بقرارات الرابطه، مالكش دعوه بمعرفش مين بيتعاقب، مالكش دعوه بمعرفش ايه. انت لو كسبت الاربع ماتشات مبروك عليك الدوري. انت لو كسبت الاربع ماتشات اللي جايين دول انت مبروك عليك الدوري. لا ليك دعوه ببيراميدز ولا نتائج انديه غيرك. اكسب وسيبها على ربنا. اكسب ومالكش دعوه باي حاجه. اكسب واهدى. اكسب واهدى على كورتك. خلص نفسك الشوط الاول، معرفتش يبقى اوائل الشوط التاني، انجز حالك. الصدارة النهاردة يا اهلي مفيش بديل عنها. الصدارة النهاردة ما عندكش نزاهة الاختيار او نزاهة الصبر انك تستنى مباريات تانية. لا، لو وقعت ماتش وخلاص ما تفكرش في اي بطولة بقى السنة دي. ما تفكرش في اي بطولة السنة دي. فبعد اذن اللعيبة المحترمة تركز وتلعب. العب كورتك بس بروح رجالة، بروح رجاله. وانا بوجه كلامي ده لكام لعيب بس. انت عارف انك هتعمل اللي عليك النهارده عشان الصداره النهارده ولا غنى عنها. تمام؟ مش مطلوب منك غير انك تركز في لعبك وملكش دعوه بقرارات جانبيه سلبيه ايجابيه في صالحك مش في صالحك. ملكش دعوه باي قرارات تانية، عشان اي قرارات اتخصم منك 3 نقط، اتعادل مباراة، اتخصم 3 و3، ايا يكن ايه اللي هيحصل، هتبقى القرارات دي هتبقى جبراك انك تلعب بروح فوق اللي انت بتلعب بيه 15 مرة ورا مرة عشان تثبت ان انت احق بالفوز بالدوري، سواء القرار في صالحك او مش في صالحك. النهارده زي ما قلت لكم ان احنا هنلاعب المصري. تمام؟ لا، ومنزل على صفحته الفاجر، منزل على صفحته قايل اليوم النسور الخضراء. هو اللي ماسك السوشيال ميديا هناك، ثواني بس، هو اللي ماسك السوشيال ميديا هناك ده من 2011 ما عملش ابديت للفيسبوك. نسور ايه اللي خضراء يا معلم؟ هو انت ما تعرفش ان مصر دلوقتي ما فيهاش الا نسرين؟ نسر عالم مصر ونسر النادي الاهلي بس. انت معايا ولا مع الاسف؟ يلا، بلد البالة. في عناصر جديده دخلت القائمه النهارده ومش عارف كابتن عماد النحاس بصراحه دخلهم ليه. يعني انا لحد دلوقتي مش لاقي له مبرر. يعني احنا قلنا حراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، انا ما عنديش مشكله في دي خالص. الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول. وكويس قوي، اثبت على كده، اثبت على كده كويس قوي ان علي معلول رجع. واحمد واسمه ايه ولا مصطفى العيش. خلاص، جميل كده، ما عنديش مشكله لحد دلوقتي. نيجي بقى لخط النص وربنا يستر من التشكيله النهارده، عشان مش عارف بس يعني انا مطمن لعماد النحاس والله، بس ربنا يستر من الناس اللي دخلت في القايمه دي. والله انا مش مرتاح، انا مش مرتاح من الناس اللي دخلت القايمه، مش مطمن للناس اللي دخلت القايمه. وتعالى اقول لك ليه. لان الاثنين اللي دخلوا دول، خط النص موجود عمرو السوليه وامام عاشور واحمد ومحمد مجدي قفشه واحمد رضا واحمد نبيل كوكا، اشرف بن شرقي، حسين الشحات. انا عندي مشكله في ده؟ لا. كريم ندفيد بيعمل ايه؟ اكرم توفيق يا عم ماشي. اكرم توفيق انت مدخله عشان عمر كمال عنده اجهاد، وانت نادي احترافي، نادي احترافي، بتلعب بلاعيبتك لحد اخر عقدها، بتستخدم اللعيب بكل احترام، بتعامله كل احترام، عكس الناس التانية اللي هناك اللي هي بتنجان محمر وبتلعبه بانفرادي وما اعرفش ايه. المهم يعني خلينا في نادينا. فكره انك تعمل كده مع اكرم توفيق انا ما عنديش مشكله، بس انت بتدخل ليه كريم ندفد؟ ده كده مش هيبقى نادي احترافي، ده كده هتبقى مع عدم احترامي، مش نادي احترافي. مش كده يا كابتن عماد النحاس، ده احنا لسه بنشكر فيك يا راجل. طب بالله عليك ازممك قدام نفسك يا شيخ، قدام ربنا.
الراجل ده بيعمل ايه؟ بيعرف يعمل ايه؟ فلنفترض ان في حد دلوقتي المفروض هو يلعب مكانه، هو هينزل مكان مين؟ هينزل مكان، ولو نزل هيعمل ايه؟ الراجل ده بيقع على وشه يا عم. ده احسن حاجه بيعملها كريم نيدفيد في النادي الاهلي. هو غالبا سيبك، احسن ايه ده، هو واحد ما بيعرفش يعمل حاجه غير ان هو بيقعد على الكرسي. احسن حاجه بيعرف يعملها غير ان هو بيقعد على الكرسي اللي هو بتاع الدكه ده بس. بيفيدك في ايه؟ غالبا اي حاجه حرام بيعملها النادي الاهلي، الراتب اللي بيروح لكريم نيدفيد هو السبب يعني. بنحللها في الراتب بتاع كريم نيدفيد. ده انا شايفها كده. وخط الهجوم ما فيهوش تغيير كتير، جراديشار ووسام ابو علي. واتمنى كل التمني ان فتره الغربله اللي جايه علينا دي يكون اولها كريم نيدفيد، عشان هنا مش هيستحمل انه يشيله تاني ولا يشوفه تاني. خلاص بقى يا جماعه، خلاص. خلاص انتوا بقيتوا نادي احترافي عمالين تغيروا الجلد بقى، خلاص بقى. هو وخالد عبد الفتاح يروحوا يشوفوا لهم فسحايه كده في نادي الزمالك. انا بطالب كابتن محمود الخطيب انه يدي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لنادي الزمالك. مش نادي الزمالك ده بس بيمثل مصر في افريقيا، لازم نودي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد هناك. انا مش هقبل باقل من الاتنين دول من الاخر. ورسالتي للعيبه النهارده: فوق نفسك، فوق نفسك، العب كورتك، العب لعبك، محدش بيجري وراك، انت اللي بتجري ورا المتصدر. ولازم تبقى فاهم كويس قوي ان فكره الاحق بالفوز بالدوري او بالصداره بيجري ورا المركز الاول دايما، ده بيكركب بطن اللي موجود في المركز الاول دلوقتي. ده بيمثل عليه هو الضغط. مالكش دعوه باي حاجه جانبيه. انت فكره مكسبك لوحدها ممكن تكركب بلاوي الدنيا. وانت اوديك شفت الماتش اللي فات، اي نعم انت كسبت 5-0 على الحرس. ما تتغرش حرس الحدود. مش ان اي نعم حرس الحدود كسب الزمالك 5-0 قبل كده، بس ملناش دعوه. ملناش دعوه، الحمد لله كسبنا حرس الحدود 5 وده مش مقياس. تمام. فلازم نخلي بالنا عشان الماتش ده مهم جدا. انت عارف يعني ايه هتعتلي الصداره؟ يعني بكره حضرتك، بكره انت كسبت، النهارده انت كسبت. بعد ما كسبت النهارده اتصدرت باتنين، ربنا ييسرها معانا وبكره بيراميدز يخسر، ها، يبقى انت متصدر بنقطتين والماتش اللي جاي تكسب. خلاص، خلاص انت سرحت بقى، خلاص بقى. فاهم اللقطه فين؟ النهارده هنلاعب المصري المركز الرابع ب 35 نقطه، لعب 20 مباراه، كسب 9 وخسر 3 والتعادل في 8. سجل 23، ركز في الاحصائيه دي، سجل 23 ودخل مرمى 11. يعني هو مثلا لو كسبان 2-1 فهو لازم يدخل فيه جون، مش بيحافظ على نظافه شباكه. وده معناه الهدف الواحد بيجي مؤخرا في الماتش، فلازم احنا نبادر عشان نبعتر كل ورقهم. لازم تلعب على كل الاسلحه المعاكسه عشان تلحق تركب الماتش بدري بدري. وباذن الله باذن الله باذن الله بكره ان شاء الله البنك الاهلي يعمل اول حساب او يفتح اول حساب لبيراميدز في الدوري ويسحب منهم اول 3 نقط من الحساب. ها ماشي؟ بنك اهلي، بنك اهلي، انا سايب عندك 6500 جنيه. لو ما كسبتش بكره هسحبهم، اوعى. انا ايدي طايله وتعاقدت مع واحد اسمه زيزو ابو ايلا. انا بنقول خاف مني، خاف مني وترعب. ماشي؟ ماشي يا بنك اهلي. اللي بقى هتلاقيه لابس لون لبني كده وعليه اهرامات، ماشي. وعنده في الجناح الايمن واحد اسمه محمد الشيبي، ها خلي بالك منه. طب اقطع له رجله، ما تخلوش يعمل عرضيه، ماشي. انا بنقول لك والله عندك 6500 جنيه هشيلهم الصبح، انا بنقول لك اهو. نرجع لموضوعنا. طيب. لا وتعملها بقى ايه بقى يعني تظبطنا بقى وتنزل على صفحتك بعد الماتش عدوا الجمايل بقى ومش عارف ايه، واحنا نردها لكم بعد بقى. ماشي. ندخل بقى على الموضوع اللي بعده، الا وهو المضحك خام. المضحك خام. الزمالك فقد هويته تماما في ان هو يعرف يتلم على مدير فني، ويوم ما عرف يجيب مدير فني جابوا اجنبي. ليه جابوا اجنبي؟ عشان كنت عايز اجيب اللي كان ماسك الاهلي، عشان تبقى صفقة بترد على صفقة بتنجان بالبطاطس بالحبشتكنات، دونا عن مدربين مصر بحالها.
راح تعاقد مع ايمن الرمادي. ايمن الرمادي اللي قال لك بنحترم نوادي مصر ونحترم الاهلي ونحترم الزمالك، بس الاهلي له عندي مكانه تانية و ايمن الرمادي يا جماعه، مش انا اللي هقول لكم على اهلاويته يعني. انا مش عارف ابارك لك ولا واسيك ولا طبطب عليك ولا اقول لك برافو ولا سقف لك ولا اعمل لك يا كابتن ايمن. والله بصراحه عايزك بس تركز معايا في الكام نقطه اللي جايين دول، عشان انت ممكن تشيل الليله كلها. مبدئيا اول ماتش هتخسره قدام النادي الاهلي فانت مفوته عشان انت ابن النادي الاهلي، واي مشاوره بايدك هتعملها كده ولا كده يبقى انت بتغمز لجهاز النادي الاهلي. ده مش بعيد لو لعب زيزو ماتش الزمالك وبيراميدز يقول لك ده بيجهزوا لكاس العالم. ده مش بعيد كمان لو انت ما لعبتش دونجا هيقول لك ايه المدرب اللي جاي يمنع الضحك عننا ده. لو خد التقيله بقى، ده انت لو كسبت 10 ماتشات ورا بعض هيقارنوك بتاريخ النادي الاهلي كله. خلي بالك، خلي بالك. وانا بقول اهو. طب اقول لك حاجه، حتى لو قارنوك احنا هنرد عليهم ونقول لهم ايه؟ بضاعتنا، حاجتنا، حد ليه شغل حاجه. نرجع بقى لاخر موضوع، وهسيب اي حاجه من ايدي عشان الموضوع ده حساس، وانا سيبته للاخر عشان اعرف اتكلم معاك. مفيش حاجه اسمها جمهور على جزئين، مفيش حاجه اسمها جمهور منقسم لشقين. وانا برضو على التيك توك انا نزلت اغنيه صغيره كده جميله يستاهلوها. الموضوع ده اتمنى ان حضرتك تركز معايا، عشان مفيش حاجه اسمها جمهور منقسم لحتتين، مفيش حاجه اسمها جمهور منقسم لشقين، مفيش حاجه اسمها جمهور اصل ده تبع كذا وده تبع كذا، اصل مفيش حاجه اسمها جمهور اصل الكبهات اللي هنا غير الكبهات اللي هنا، واسكندريه والقاهره والمنصوره والغربيه والشرقيه. جماعه هو تيشيرت النادي الاهلي فقط اللي تروح تشجعه. جمهور الاهلي اللي انا اعرفه اللي هو داعم ودرع للفريق طول الوقت. هو مؤثر على الفريق، هيمنع الجمهور ماتشين قدام، بس حبيت ان انا اتكلم فيه بنبذه بسيطه، والحمد لله امبارح ان هو تم حل اهلي فاميلي. اهلي فاميلي ايه يا جماعه؟ وكبهات ايه؟ واسكندريه ايه؟ وقاهره ايه؟ ومنصوره ايه؟ ودي ودي ودي. اللي انا اعرفه ان اللي انا اعرفه ان في جمهور في الاستاد يعني تاثير ايجابي على النادي الاهلي. يعني ايه جمهور موجود بيأثر بالسلبي؟ اللي انا اعرفه ان مفيش حاجه اسمها كبهات هنا وكبهات هنا. اللي انا اعرفه ان انت جمهور وداعم طول الوقت لفريقك. اللي انا اعرفه ان انت طول الوقت بتحارب عشان فريقك تكسب. بطولات كتير خدناها بهتاف النادي الاهلي، بطولات كتير خدناها بهتاف جمهور النادي الاهلي. هتاف واحد بس قادر يقلب موازين المباراه كلها. الحمد لله، الحمد لله ان المدرج نضف من امثالكم، وانه فكر او فهم الناس اللي باقيه ان الجمهور او لعبه المدرجات عامه مش سبوبه. ويا رب ما نشوفكم تاني، يا رب ما نشوفكم تاني. جمهور النادي الاهلي تقيل على اي حد وعلى اي نادي، واحنا غير اي حد. جمهور النادي الاهلي مختلف عن انديه مصر اللي بتاخد افريقيا في العالم كله. الكلام تقيل عليك، تقيل عليك، بس معلش هي دي الحقيقه، والحقيقه دايما بتوجع. فما تمناش بقى استكبهات هنا، اصل ده عمل، اصل ده معادي، اصل ده مخصم، اصل احنا مش في حرب يا جماعه. احنا بنحارب لنادي معين، النادي ده يكسب احنا كلنا بنبقى مبسوطين، النادي ده يخسر مفروض الاصول ان كلنا زعلانين. فحبيت ان انا انوه عن الحته دي، والحمد لله ان ربنا خلصنا منكم ومن اشكالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.